أنا كلمني بعض الإخوة منهم لواءات ومنهم كده، قالوا إن لم تتكلموا، إن لم تكونوا تكلمتم بهذا الكلام الذي صدر منكم فيما يتعلق بما حدث في السعودية لقلنا عليكم أنتم أصحاب أجندة ومنافقين وكنا عملنا معاكم الواجب. صحيح لو وصلنا هذا الكلام من أكثر من مصدر. عشان كده دكتور محمود بقول في هناك خطر على مستقبل السعودية الديني. والله احنا قلنا كلمة الحق نبتغي بها وجه الله عز وجل، وممكن تلاقي ناس يقول لك ايه، تيجي لك رسالة من السفارة، رسالة ما اعرفش منين، يقول لك لا لو سمحت ما تتكلموش عن المملكة العربية السعودية. هو احنا لسه بنتكلم المملكة العربية السعودية هتبقى ايه يعني ايه بتاعتهم هم بس، المسلمين ما لهمش دخل فيها، واخد بالك ازاي؟ احنا متوقعين كده، ومتوقعين هيكون في اتصالات بين المسؤولين وبعضهم، يا جماعه سكتوا لنا الراجل ده، العود الراجل ده عملنا صداع وعملنا وجع دماغ، واخد بالك ازاي؟ بس احنا يا جماعه انتوا عاهدتوا علينا واحنا بننصح لكم ولاولياء امورنا وبنوضح الحق للناس ان احنا ننافق ونطبل. كارثه والله. ما عايزيننا نبقى مطبلاتيه والله. ابعتوا لنا رساله قولوا اقفلوا القناه. على فكره برضه ليس في يد احد، واخد بالك ازاي، ان يقدر يقفل قناه مكملين. صحيح. ولا اي قناه من القنوات، لان تعاقدنا مع القناه وفق قانون بريطانيا نفسه ما يقدروش. طب في قنوات دكتور مخصوصه، لكن يقدر ان هو ايه يوقفك انت من انك تقول كلمه الحق. صحيح. فالقناه ما هيش خاضعه لا لحكومه مصر ولا حكومه السعوديه ولا اي حكومه من الحكومات. نعم. لكن احنا بنقول لو ولي الامر عندنا قال اقفلها انا هقفلها. بس هم اللي يتحملوا وربنا يعينكم بقى على الاخوان وعلى السروريه وعلى كل البلاوي الزرقاء اللي جالكم من بره من جوه.